حبايبنا طلاب الصف الأول الابتدائي. النهاردة معادنا مع الوحدة الرابعة، الدرس الأول. الوحدة الرابعة بعنوان My body and my senses، يعني جسمي وحواسي. body يعني جسم، senses يعني حواس. النهاردة هنستعرض أهم الكلمات اللي في الدرس الأول. كلمة رأس يعني head. head. عين يعني eye. eye. أذن يعني ear. ear. أنف يعني nose. nose. فم يعني mouth. mouth. لسان يعني tongue. tongue. body parts أجزاء الجسم. عندنا ذراع يعني arm. يد يعني hand. رجل يعني leg. قدم يعني foot وجمعها feet. أصابع الأقدام toes. صباع في الإيد يعني finger. finger. لو حابب أقول أنا عندي عينين أو أنف أو رأس، هقول أول حاجة I have، يعني أنا عندي. I have. I have two eyes. I have two ears. I have one mouth. I have one nose. هنا في التدريب الأول هنشاور على الصورة الصح. رقم 1 بيقول I have two eyes، يعني أنا عندي عينين 2. 2 I have one nose. يا ترى عينين 2 ولا أنف واحدة؟ صح كده، أنف واحدة. 3 I have two legs. يا ترى معناها أنا عندي رجلين 2 ولا فم واحد؟ صح، يبقى أنا عندي رجلين 2. 4 I have one mouth، بمعنى excellent، أنا عندي فم واحد. Number 5 I have 2 feet، معناها excellent، معناها أنا عندي قدمين 2. 6 toes، يا ترى toes يعني أصابع القدم ولا أصابع اليد؟ ممتاز، toes يعني أصابع القدم. التمرين اللي بعده اختياري. رقم 1 الجملة مكتوب تحت الصورة بيقول I have one ولا two arms؟ excellent، I have two arms، عندي دراعين 2. الصورة رقم 2 I have one ولا two eyes؟ excellent، أنا عندي عينين 2، يبقى الاختيار two. رقم 3 I have one ولا two head؟ صح كده، I have one head. Number 4 I have one ولا two hands؟ excellent، I have two hands. السؤال اللي بعده توصيل. كلمة eyes يا ترى هنوصلها بإيه؟ مهم. كلمة eyes هنوصلها بالعينين، صح كده. الكلمة التانية ears. كلمة ears هنوصلها بالأذن، يعني ودان.
كلمة tongue هنوصلها يا ترى بالإيد ولا باللسان؟ excellent. tongue يعني لسان. وآخر كلمة hand بمعنى يد. التدريب اللي بعده look and circle، يعني اعمل دايرة على الاسم الصح اللي يناسب الصورة. أول صورة معانا صورة لسان، يا ترى arm ولا tongue؟ excellent صح، tongue يعني لسان. رقم 2 eyes ولا ears؟ برافو، eyes يعني عينين. بعد كده رقم 3 foot ولا feet؟ مهم. excellent feet علشان دول جمع، لكن foot يعني قدم واحدة. رقم 4 nose ولا mouth؟ excellent nose يعني أنف. بعد كده هنكمل الجمل. رقم 1 I have نقط nose، يا ترى عندي كلمة have و one و arms، أنهي كلمة تنفع؟ excellent كلمة one، أنا عندي أنف واحدة. number 2 I نقط two eyes، عينين اتنين، يبقى I have ولا I arms؟ excellent صح كده، I have أنا عندي. رقم 3 I have two، أنا عندي اتنين، يا ترى إيه هما؟ arms ذراعان. السؤال اللي بعده هنرتب حروف الكلمة المتلخبطة. أول كلمة hands، رقم 2 head، رقم 3 toes. excellent ممتاز. التمرين اللي بعده رقم 1 tongue يعني لسان، 2 toes يعني أصابع القدم، head يعني رأس، 4 foot يعني قدم، و5 ears يعني آذان. السؤال اللي بعده اختياري I two legs، يا ترى have ولا is ولا has؟ أكيد الاختيار هيبقى have، أنا عندي، لأن الآي بتحب الهاف. رقم 2 I have feet، قدمين، يا ترى one ولا two ولا three؟ I have two، اتنين، عندي قدمين اتنين بس. رقم 3 I have nose، أنف، يا ترى عندي one ولا two ولا three؟ nose يعني أنف. excellent أنا عندي one nose. رقم 4 I have two، أنا عندي اتنين، head ولا tongue ولا arms؟ أكيد two arms ذراعان. رقم 5 I have one، أنا عندي واحدة، إيه هي؟ feet ولا legs ولا head؟ أكيد head رأس. بعد كده هنكمل الحروف الناقصة. أول كلمة معانا ear، يبقى ناقص حرف ال A وال R. تاني كلمة tongue يعني لسان، ناقص حرف ال N وحرف ال U. تلاتة كلمة feet، ناقص حرف ال E وال E. و4 head، ناقص حرف ال E وال D. بعد كده آخر سؤال، هنعمل صح أو غلط تحت الصورة. لو الكلمة زي الصورة يبقى صح، لو مش زيها يبقى غلط. أول كلمة صورة أذن ودان وتحتها مكتوب legs، يبقى صح ولا غلط؟ مهم. يبقى غلط، لأن أذن يعني ear. تاني كلمة صورة قدمين وتحتها كلمة feet، يبقى صح، لأن قدمين يعني feet. تالت كلمة head وفوق صورة رأس، يبقى صح، head يعني رأس. وآخر واحدة arm يعني ذراع، والصورة اللي فوقيها ايد، يبقى أكيد غلط. استنونا في الفيديو الجاي مع الدرس التاني إن شاء الله.